هذه سالفة حصلت على الشاعر محمد بن شلاح المطيري، وهو اللي يقول املا الوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحيل ينادي. والذمة على الراوي، يقولون في شاعر اسمه سعود البحر، شاعر الملك سعود الله يرحمه، وشاعر محاورة وشاعر شرس ولا حد قدر ينتصر عليه ويغلبه. وفي غالب المحاورات الجمهور كان في صف الشاعر سعود. والملك فيصل الله يرحمه قال 100% إن في شاعر يقدر ينتصر عليه. من ترشحوا لنا؟ قال يا طويل العمر ما فيه إلا عيال شلاح المطيري 3 وكلهم شعراء. قال ارسلوا صوبهم. وجاوا مناديب الملك فيصل عند شلاح وقالوا يا شلاح هذا العلم وهذا الخبر نبيك تنقي واحد من عيالك. قال من غير يقصرون فيهم محمد أقواهم، وياخذون محمد ويودونه صوب الملك فيصل. جاهم ولد شلاح إلا الصفوف قايمة، هو الملك فيصل موجود والجمهور، ومحمد ذاك الوقت عمره 12 سنة. فاستغرب الملك فيصل قال هذا ولد شلاح؟ قال هذا ولد شلاح. وين البحر؟ نادوا البحر. سعود ملقى في البحر. جاء قال من الشاعر اللي بيحاورني؟ قال هو محمد ولد شلاح. قال هذا؟ قال هذا مستحقره. ويروح عند الميكروفون انت يا سعود، وقال خلوها. قال سعود سلام من خاطر مني الدقة هجوس، ردية من ضمير سعود غنابها، لا والله إلا غطست في البحور الغطوس وترى المعاني تدور عن طلابها. رد عليه محمد بن شلاح قال يا مرحبا بالمغني عد نقد الفلوس، يا مرحبا بالمثايل واللي ذي جابها، ترى البحر له سواعي من وراك وعسوس وحاجتك يا سعود حنا ما درينا بها. وسعود قد عنده خبر من الملك فيصل قد ارسل له مناديب وجابه. رد عليه قال انت هبديوي وموسخ محلقتك الشموس، وش كلفك بالحكومة تتعب ركابها؟ تبي تقوس البحر ما انت بعارف تقوس، واللي يعد النجوم يضيع حسابها. إلا والله يوم استضاق محمد بن شلاح والشاعر سعود من أصحاب البشرة السوداء. رد عليه محمد قال لو الشجاعة تجي من زين لبس اللبوس، يمدي العذارة تهوش وتفتل أشنابها، الله يعز الحكومة ركبتك البقوس وانت من أول بضاعة عند جلابها. عقب ذا البيتين صار تصفيق للجمهور وحذف اغتر، ووقف المحاورة الملك فيصل وشره محمد بن شلاح وعوده له.